انا لسه مخلص ماتش السويد وفرنسا، ومن كتر ما انا عايز احفظ الحاجات اللي بتحصل لفرنسا لانها بتتغير حاجات كتير مع كل ماتش لعبوه في كاس العالم، ولكن الفلسفه او الجيم موديل واحد اكيد. بس تعالى اقول لك الحاجات اللي لاحظتها حالا ومرسومه في دماغي. بص يا صديقي، هما بيبنوا اللعب ازاي؟ هي بتبدا ب 4 2 1 3، وباميكانو، صليبه، ديجني، كوندي، تشاوميني، رابيو، اوليزيه، ديمبلي، امبابي، باركولا. المهم بقى بص، عشان انا اتلخبطت في حاجات كتير بتحصل، وعايزك تشوف الماتش او تشوف حتت كتير منه وتترجم اللي انا بقوله لك ده. الكلام اللي هعمله لك ده ممكن تستغرب، بس هو ده اللي كانت فرنسا بتعمله مع السويد فعلا. الكرة مع اوباميكانو، تمام، حلو الكلام. فبيعمل ايه؟ تشاوميني هنا ينزل، وده اوباميكانو وساليبا بيفتحوا مساحه ما بينهم. بينزل هنا تشاوميني كنوع من التمويه، لانها حصلت في ماتشات قبل كده ونزل تشاوميني ما بينهم كان كمدافع، ولكن المره دي هو بيعمل هنا بيموه، وبيروح طالع لقدام الباكين ديجني وكوندي زي ما انت شايف بقى المنظر كده زي الموجه. حلو. فيروح اوباميكانو لعبها لصليبه، ينزل الرابيو ما بينه وما بين الباك، بين قلب المدافع والباك، هنا تتلعب له الكوره. رابيو طبعا، والديناميكيه اللي حصلنا دي في حاجه بتحصل هنا هقول لك عليها ما حصلتش بعد ما رابيو مسك الكوره والكوره كانت شغاله. دول عملوا ايه بقى اللي قدام النص اللي قدام بقى؟ طبعا مع تقديمه الباكات بقى اوليسيه ومبابي بالمنظر اللي انت شايفه ده. انت فاهم؟ فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ فمبابي يروح ساحب معاه المدافعين ويفضي طبعا مساحات، بس هو بينزل علشان ينزل يستلم بين الخطوط لرابيو، يلعبها مباشره لمبابي. حلو. فلما نزل امبابي بعد ما لعبها له على طول عموديه على طول رابيو، اوليسيه هنا وباركولا راحوا للممر بتاع اللعب اللي فيه مبابي، وسحبوا معاهم برضو خصم، وفي نفس الوقت بيسندوا اللعب مع مبابي وبيعملوا زي سمول سايد جيم في الحته دي، تمام، في نص الملعب في جنب الملعب ده. ليه؟ علشان في نفس الوقت الوايد كومبينيشنز اللي بيعملوها، وفي نفس الوقت هنا بيخلوا ديمبلي لوحده. فالمهم لما بينزل امبابي ويستلم الكوره ويلف، والمفروض كل ده سنده، فعلى طول يروح امبابي عامل تمريره عرضيه لديمبلي. حلو كده. ديمبلي بقى 1 في 1، بقى 1 على 1، وعزلوا ديمبلي مع الخصم، ودي اكتر حاجه يكرهها اي مدافع مع فرنسا بالذات. انتوا عارفين امكانيات اللعيبه دي عامله ازاي. انا بقول لك جزء من بناء اللعب اللي حصل، او بقول لك جزء من الهجمات اللي حصلت، لان هم عندهم تنوع في بناء الهجمه، وممكن يكون الحاجات اللي قدام يعني طرق البدايه ممكن تكون نفس القصه شبه بعض، حاجات بسيطه، ولكن قدام صعب تحفظ الطريقه. هم بيعتمدوا فلسفه، مش 1+1=2، لا، المهم حد يتعزل، المهم حد يتفضله مساحه، المهم نلعب بين قلب المدافع والباك، المساحه بينهم مسافه المساحه. المهم شوف كام جون بقى، روح راجع فيديوهات جوان فرنسا في كاس العالم، شوف كام تمريره بينيه ضربت الحته دي بالذات وجيب سببها جوان. افتكروا تمريره اوليسيه لمبابي في السنغال، والنهارده برضو جابوا جونين في نفس الطريقه، غير اللي تمريرات ضاعت من نفس الحته دي بجوان. فبسبب الوايد كومبينيشنز اللي بيعملوها والروتيشنات اللي بيعملوها الثلاثه كل مثلث في الجنب. المهم عشان نكمل الكرة طبعا مع ديمبلي، فايه اللي بيحصل؟ سواء ديمبلي اتعزل مع الباك او لعب مع اللي يظهر له، فاللي يظهر له مين؟ كوندي اكيد. فكوندي مش بيعمل اوفر لعب من ورا ديمبلي، لا مش بس كده، لا هو كوندي بيخترق يا صديقي انصاف المساحه على طول، يعمل الاندر لاب على طول. يبقى هنا لان ديمبلي فاتح الخط على الاخر في الوايد خالص، فبيسيب مساحه مظبوطه الكوندي ياخد راحته يبرطع قدام، فعادي ممكن ياخد القرار انه يلعب له، ياخد القرار انه يدخل لجوه عادي ويلعب الار2 بتاعته اللي هو كررها كتير في كاس العالم، جاب منها كذا جون ديمبلي، ففي كذا مجال. فالخصم مش عارف يا ديمبلي انت تلعبها بينها كده وتروح، طبعا انت ديمبلي او اي حد فيكم بيسحبنا عشان يفضل حد يجي هنا فيلعب له تمريره قطريه هنا، او تلعب لكوندي، ولا انت يا ديمبلي ولا انت يا اوليسيه، اي حد في الحته دي او هنا تاخد وتروح لاعبين الار2 وانتوا ما بتجلوش في الار2هات، فاهم يعني؟ انتوا اي كره من الحتت دي نسبه نجاحها كبيره، اي كره من الحته دي بالذات، فالخصم بيتروش من التنوع الحلول اللي عند فرنسا، وانا ذات نفسي وانا بتفرج اتروشت. المهم يا صديقي عادي ممكن بعد كل ده ديمبلي يروح مرجع الكوره لاوباميكانو اللي هو خلاص بقى اصلا المفروض هنا غطى مكان كوندي، انت فاهم، وتشاوميني بقى ما بينهم، فبيبقى يكون المنظر باللي انت شايفه ده. يعني الموضوع بص صعب، في كل ممر هتلاقي اتنين. انت ملاحظ نموذج
هو المفروض فعلا نموذج انت الممر يكونش فيه اكتر من لاعبين، يعني ادي 1 2 5 مرات 3 4 5، مفيش ممر فيه اكتر من 2. المهم الكره مع اوباميكانو عايز يسلمها، فالناس تاخد بالها من مين؟ من اوليسيه. هيعمل زي ما عملوه الناحيه الثانيه، هينزل يستلم في المساحه هنا ويسحب معاه الخصم. طبعا كلنا خدنا بالنا، فانا هلعب لديمبلي تاني. فهيكون ايه اللي حصل لما ده ينزل؟ فيروح جاي مكان اوليسيه اللي فضي واللي اتسحب منه المدافعين امبابي. تبقى القصه ماشيه كده، هو كده بالظبط. فكده اوليسيه وكوندي وديمبلي. المهم يا صديقي اديني بقى في الوايد كومبينيشنز واللعب بالمثلثات على اطراف الملعب. يروح يلعب لاوليسيه ديمبلي، يروح كوندي داخل هنا مكان يرجع مكانه تاني، وديمبلي يدخل مكانه. واديني بقى في الوايد كومبينيشنز وروتيشنات للصبح. اراهنك ان اي لعيب من الجزء اللي قدام في فرنسا ما شفتوش في كل نواحي الملعب، ما كانش كمان ممكن ينزل تلاقيه قبل نص الملعب بتاعه بينزل يستلم براحته، لان ممكن تلاقي كمان ساعات اوليسيه اهو، فانت ممكن عادي مش بتلاقيه ديفندر عادي ساعات، وممكن يسنده كمان ديمبلي عادي. في فلسفه هم بيمشوا عليها، مفيش حد حافظ مركز. ونفس القصه ويحصل اللي حصل، رجعها لاوباميكانو تاني ويرجع كوندي تاني ورا شويه ويدخل اوليسيه وديمبلي، وما تعرفش بقى مين فيهم بقى في انصاف المساحه ومين يمسك لك الملعب بره. الاثنين طبعا دمار، والناحيه الثانيه باركولا طبعا ومبابي نفس القصه. وممكن تلاقي هنا مبابي، ممكن تلاقي هناك ديمبلي، واديني في الكوكتيل. فانا قلت لك الملخص، وبيحصل وايد روتيشنز هنا وهنا، نفس القصه اللي بتحصل هنا بتحصل هنا. اللي هو اهم حاجه يكون واحنا معانا الكوره في ريست ديفنس، اهم حاجه يكون رابيو او تشاوميني هنا مثلا، فاهم؟ بيبدلوا، ممكن يبقوا اثنين مع بعض، ممكن يكون اوليسيه لوحده، فاهم؟ لما تلاقي رابيو ساعات راح مكان حد من قدام في انصاف المساحه، انت فاهم؟ زي ما عمل كوندي، فتلاقي مكانه اوليسيه. فدايما في حد بيوزن ويعمل ريست ديفنس وانت معاك الكوره عشان يحميك، زي ما انت شايف الملعب مقسوم نصين، انت فاهم؟ ممكن تلاقيه كده، بص اللي هو 5 و5، ممكن تلاقي المنظر ده. فلازم وانت معاك الكوره تحمي فرقتك من الهجمات المرتده والتحولات اللي بيعملها خصمك. ولازم الاثنين ديفندرات او اللي واقفين في المكان ده، الاثنين بيبقوا هنا، او الواحد بيبقى واقف في مسافه كويسه مظبوطه ما بين الخط الاول بتاع الدفاع اللي هنا والخط الثاني اللي قدام الهجوم. فعلا بيبقوا زي الخطين بس في الملعب مقسومين نصين. دي فرنسا، وده اللي خدت بالي منه في السوق وعلى كمان مدار الماتشات. بس انا مش هينفع امسك لك ماتش واحد واقول لك دي طريقه لعب فرنسا. زي ما انت شايف تنوع كبير بس في فلسفه واحده. فجميله كمان الكيمياء اللي حاصله بين اللعيبه الحريفه دي قوي دي، فاهم؟ ففي كيمياء حلوه ماشيه لحد دلوقتي، مش عارفين قدام ايه اللي ممكن يوقف فرقه زي دي. وكان معكم حازم زياتي، حد بيحب يعرف الكوره بتلعب ازاي. سلام.